أكتر من 10 ملفات PSD مفتوحة، وأكتر من 20 خط احترافي قابل للتعديل 100% بطريقة سهلة جدًا، وأكتر من 400 صورة وملحقات من اللي بيستخدموا في الthumbnails وبيخلّوا الthumbnails تبان احترافية وحلوة، واللي أكيد هتحتاجهم عشان تحسّن من الصور المصغّرة بتاعتك، وفي الآخر معانا أحسن فونتات عربي وإنجليزي من اللي بيستخدموا في الthumbnail. كل ده طبعًا وأكتر كمان هتلاقيه في مكتبة الthumbnail، فيالّا بقى نشوف بالتفصيل مكتبة الthumbnail دي جواها إيه. طبعًا أول حاجة بعد ما تاخدها أو تشتريها من اللينك اللي موجود تحت في الديسكريبشن وتحمّلها عندك على الجهاز وتفُك الضغط كده، هتلاقي دلوقتي جوّه المكتبة ال4 فولدرات دول، فيالّا بقى واحدة واحدة كده نفصّص اللي جوّه الفولدرات دي عشان تفهم كل حاجة. طبعًا نبدأ أول حاجة بملف الخطوط الPSD. أول لمّا تخش على الfolder كده وتكبّر كده وتشوف كويس، فهتبُص هتلاقي أول حاجة أهو ملف الPSD اللي جوّاه الخطوط، وجنبه هنا folder مكتوب الفونتات المستخدمة، كل الفونتات المستخدمة في الملف ده بالضبط، وهتلاقي ملف الtext هنا برضه اللي هو يفهمك إن أنت ما تقدر عادي تستخدمها في شغلك وتبعتها للعميل كPNG أو بJPG يعني صورة عادية، تقدر تعدل عليها براحتك وتغير الألوان وتظبط انت بمزاجك، واللي ما تقدرش تعمله انك تبيعها مثلا او تبعتها على جروبات تليجرام والكلام ده، او تدعي الملكية ان هي يعني ده اللي انت عامله بتاعك انت شغلك انت وكده. فيعني يا ريت تقراها كويس يعني قبل ما تشتغل فيها، وما فيهاش مشاكل يعني ان شاء الله. فالمهم اول حاجة تخش على فولدر الفونتات وتحملهم كلهم، تاخد كده كله وبعدها تعمل كليك يمين وتدوس على انستول وتحملهم عندك على الجهاز، وبعدها تخش على ملف الخطوط هنا كده هتلاقي ظاهر لك اهي الخطوط كلها هم دول كده 16 خط او 17 خط مش عارف. تخش بقى مثلا على اي خط عجبك، مثلا الخط ده عجبني فتروح دايس عليه كده اهو، وبعدها تيجي تحت هنا على السمارت اوبجكت وتدوس كليكتين على الثمنيل بتاعت السمارت اوبجكت كده، هتلاقيه وداك على بروجكت تاني كده اللي هو بقى انت هتعدل عليه التكست نفسه. هنلاقي جلو اهو كده، ونفتح الجروب ده كده، ولو حبيت تعدل الكلام اهو مثلا نكتب اي حاجة، الضحك مثلا، وفوق هنكتب تحدي، نغير. شايف دي كلمة الإسعاد اهي، هي بالإفكتات بتاعتها كله جاهز طبعا. انت هتكتب تحدي بس كده، يبقى عملت انت اهو خط جديد في أقل من 3 ثواني بالظبط. ولو حبيت تغير الإيموجي تغيره طبعا. في عندنا هنا الإيموجيهات، فتفتح الإيموجيهات كده فتختار مثلا إيموجي الضحك ده، تدوس كنترول وسي عشان تاخده كوبي، وبعدها تروح على البروجكت التاني وبعدها كنترول وفي، ادي انت اهو عملت كوبي. لو حبيت تاخد الدروب شادو اللي هو لو اخدت بالك في الايموجي الاولاني ده اللي هو يخليه كده طاير، تفضل دايس الت وتشده كده على على الايموجي اللي انت جايبه بتاع الضحك. نروح بقى حاطين مثلا ايموجي الضحك او كده وتظبطه براحتك. بعد بقى ما بتخلص اللي انت عايزه يبقى كله 100 كده، بتروح دايس كنترول واس اللي هو تعمل سيف يعني للبروجكت ده كده. هتروح بقى رايح على ايا كان انت حطيتها فين. انا مثلا اهو حطيتها هنا، اتغيرت هي بقت تحدي الضحك. انت بقى تاخدها مثلا يبقى عندك اي بروجكت تاني مثلا، انت بقى تكون واخدها عندك مثلا على البروجكت اللي انت عايز تشتغل عليه، تكبرها تصغرها، تلاقي الكواليتي بتاعها مش هيتغير خالص عشان هي معمولة سمارت اوبجكت. فانت اهو تظبط تحطها مثلا هنا، وبقت خلاص تكست جاهزة و100% ومفيش أي مشاكل. وطبعا كله ده بنفس الطريقة. لو فتحت أي حاجة مثلا كده هتلاقيه بنفس الطريقة، شوية كلام برضو هتغيره عادي كده. نفتح أي واحد تاني برضو كده هتلاقي برضو نفس الكلام، هتغير الكلام كده. وهتلاقي هنا مثلا في اللي هو زي اللي ورا ده اللي هو لونه رمادي ده، لو احنا مثلا غيرنا الكلمة خليناها تحدي الضحك برضو، ال- الخط ده ممكن يحتاج يتظبط شوية، فده انت هتضطر تظبطه انت بإيدك يعني. شايفين ان الخط مش متظبط، فتروح مثلا عامل ماسك هنا وبالفرشة كده، الفرشة السوداء بقى عشان تكون مظبوطة، وتخلي الهاردنس عالية. تخليها الفرشة السوداء اهو كده، وتظبط مثلا كده، تشيل الزيادات دي بس كده بقى خط اهو تاني. لو حبيت انت بقى تظبط تحدي الضحك دي، تظبط انت بقى مكانها مثلا كده او كده. غيرت المكان، تروح راسم تاني، ترسم انت عادي اللي انت عايزه، وتشيل الزيادات بالماسك او ايا كان بالاريزر، اي طريقة تريحك عشان يكون كده. فانت اهو برضه عملت خط تاني وتدوس كنترول واس وتروح هناك تلاقيه اتظبط اهو في اقل من دقيقة بالظبط. فده كده بالنسبة للخطوط كله اهو. لو اخدت بالك نفس الفكرة، كله سمارت اوبجكتس اهو. ولو بصيت على التكست الانجليزي برضه كله سمارت اوبجكت الا واحدة بس يعني ما فيهاش مشكلة برضه، هي نيو بقى تغير انت الكلام اللي انت عايزه وتحرك عادي يعني، هي نفس الفكرة. وبس كده، ده كده بالنسبة للخطوط والايموجيهات. هتلاقيهم في الملف الاولاني ده. ولو حبيت تشتريها لوحدها من غير المكتبة كلها تقدر تشتريها برضو من على الموقع، هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن.
فيها الملف ده بس بالخطوط بالفونتات اللي هي مستخدمة فيه، سعر أقل شوية يعني لو حبيت انت تاخد الخطوط بس كده. نروح على الفولدر التاني نفتحه كده، هنلاقي 10 ملفات PSD أو 11 ملف كمان. دول مشاريع thumbnails كلها، ودول ملفين اللي هو بقى الحاجات اللي بتتحط زيادة في الثامنيل. يعني ده مثلا لو thumbnail فلوس، نفتحه كده. أول لما تفتحه كده هتلاقي اهو الموبايل، في التصميم بتاعك اللي انت عايز تحطه هنا مثلا، وفي برضو الاشعار اللي طالع ده كده. انت هتشوف بقى الخط اللي انت مستخدمه ده لو مش محمله تحمله كويس. مثلا انا عايز اغير هنا يبقى بدل ChatGPT يبقى مثلا تيك توك، اغير اهو الكلام بمنتهى السهولة. واجي برضو على التكست بتاع السعر برضو اللي انا عايز اغيره، مثلا اغير برضو اي رقم انا عايزه بكل سهولة، مفيش أي تعب خالص. واللوجو برضو ده اللوجو أهو كده، في لوجو الانستا والChatGPT، انت تحط بقى مثلا لوجو التيك توك هنا أيا كان. وورا هنا مثلا أهو التصميم بتاع ChatGPT ده، تقدر تدوس كليكتين على السمارت اوبجكت اللي هنا دي، وتغير اللي انت عايزه بقى، تحط أي صورة انت عايزها. أنا حاطط أهو الشكل بتاع ChatGPT ده. ونفس الكلام في PSD ده، لو فتحته كده تقدر برضو تغير الكلام اللي انت عايزه، مثلا تكتب هنا أسوأ مطعم او اي حاجة. ومثلا هنا برضو تقلل، شايفين المربع ده هو اللي بيخلي اللون ده. مثلا انت عايزه كام نجمة، مثلا عايزه نص نجمة، عايزه نجمة كاملة تخليه هنا، عايزه نجمتين كده يعني. حبيت تغير لونه بتمسكه كده وتخلي لونه مثلا اخضر، اي لون انت عايزه. خليت لونه اخضر اهو بمنتهى السهولة، وتقدر تعدل عليه باللي انت عايزه براحتك خالص، وتكتب الكلام اللي انت عايزه بالخط اللي انت عايزه. ده بالنسبة للاتنين دول اللي هم الزيادات اللي بتتزود عليهم. بالنسبة بقى لباقي الPSDات دي او الفولدرات دي، كل فولدر هتخش عليه هتلاقي الصورة وملف الPSD. دي الصورة اهي كده عشان تشوف التصميم اللي جوه، وملف الPSD بتفتحه هتلاقي موجود عليه مثلا امسح اللاير دي، هتشيلها بس كده عشان هي حاططها عشان تقلل الحجم بتاع الملف PSD. بس انت تفتح بقى وتشوف وتفصصها، تشوف دي اتعملت ازاي، الخلفية دي الحتة دي معمولة ازاي، ده حاططها لنيارد جي اد. شوف الفلوس دي برضو محطوطة ازاي. طبعا في كل البيزدات اللي موجودة هنا تقدر تظبطها براحتك، وتشوف اللي انت عايزه، وتمسح طبعا اللاير، وتشوف دي مثلا معمولة ازاي. في هنا جلو، ده هنا محطوط كذا كذا كده، دي شكلها ازاي كده. انت بقى تشوف وتحاول تطور من نفسك وتتعلم، لان دي مشاريع حقيقية. فانت تشوف يعني الشغل ماشي ازاي، او لو جالي عميل زي ده اعمل ايه، الخطوات كده هو ماشي ازاي كده. فدي مفيدة جدا. انت باين معاك اهو 10 فولدرات، كل فولدرات تخش تلاقي الصورة وملف الPSD، تخش بقى تشوف اي صورة براحتك، تخش كده وتحاول بقى تستفيد من اي حاجة. فالفولدر ده برضو مفيد جدا، انت تشوف كده براحتك، وعايزك تفصص كده لحد ما تحاول تستفيد بأي حاجة. فطبعا اكيد واحدة واحدة كده، وانت بتشوف كل لاير ماشية ازاي والالوان بتتعمل ازاي وكده، هتتعلم وهتتطور جامد يعني. فدي برضو حاجة مهمة جدا انك تشوف التصميم بالريفرس انجينيرنج، يعني انت تشوف يعني التصميم بالعكس بعد ما خلص، وتشوف بقى الخطوات كانت ماشية ازاي كلها. فدي حاجة مهمة جدا جدا، حاول تستفاد منها يعني، وان شاء الله هتستفاد. بس كده خلصنا اول فولدر ده. نيجي بقى نروح مثلا على الفولدر ده على السريع كده، اللي هو فولدر احسن الفونتات. انا حاطط لك كده كام فونت كده من اكتر الفونتات اللي انا بستخدمها يعني، اشوف اللي يعجبك منهم تحملهم. وفي برضو فونتات انجليزي اللي بتستخدم برضو اللي انا هعمل بيها الخطوط، وفي برضو فونتات تانية لو حبيت تزود بتحملهم يعني، لانهم اكيد هيفيدوك في مجال الصمنيل ومجال الديزاين عامة يعني. وبس كده. نيجي بقى الفولدر الملحقات كلها اللي هي بقى تستخدمها كلها في الثامنيلز وكده. نبدأ من تحت هنا كده، واللي انا شايفها اهم حاجة لو انت لسه بتتعلم وحابب تعمل شغل وهمي عشان تطور من شغلك وتعمل بورتفوليو كده محترم، فانت بتحتاج دايما شخصيات عشان تحطها عندك في الثامنيل. فانا عملت لك الملف ده اللي هو شخصيات كده. اول لما تخش على الفولدر ده هتلاقي فولدرين، بريتاتش ومن غير ريتاتش. ده الريتاتش اهو، مثلا لو دخلت هتلاقي صور معمول لها ريتاتش جاهز يعني. لو انت حابب تاخده كده على طول تحطه في الثامنيل يعني، تظبط الجلو والالوان بس كده من غير الريتاتش. فالملف ده تقدر تاخد منه فيه كذا، في اغلبهم PNG اهو، ده تقدر تقصه وتاخده على طول. وفي ملف تاني من غير ريتاتش، هتلاقي صور جاهزة كده ومش معمول لها ريتاتش. انت دي يعني صور لعملاء حقيقية. انت طبعا هتشوف، هتاخد الصورة بقى وتظبط انت وتعمل ريتاتش، تشوف ايه اللي ناقصها. مثلا هنا الاسنان تخليها بيضة، تظبط الالوان كده. صورة زي دي برضو تظبط كده، تشيل مثلا الحبوب مش عارف ايه كده، تغير التيشيرت تخليه لونه زي الوان الثمنيل مثلا. صور برضو اهي المستر بيست
وكل دول طبعا بكواليتي عالية وصورة هيلب وفلة. يعني انت مثلا تبص هنا برضو في حبوب وكده وتحاول تعلي الكواليتي شوية، فدول كلهم مهمين جدا لو انت حابب تتعلم الريتاتش يعني وكده. فده بالنسبة لأول فولدر. نيجي بقى مثلا الفولدر اللي جنبه على طول، دي مثلا أسهم كتير جدا من اللي بيستخدموا في الثمنيل، وممكن أكثرهم شهرة يعني هو اللون الأحمر ده، لو انت حابب تاخد واحد من الأحمر ده على طول. وفي برضو الألوان تانية، حبيت أعمل لك ألوان كتير عشان تشوف انت اللي انت عايزه براحتك. وفي برضو ملف التكشر هنا، دي تكشر كده بتتحط برضو على الثمنيل كده، بتدي زي شكل مثلا لو هو في صحراء مثلا او كده، ممكن تدي زي شكل الرفنس كده. وفي برضو هنا زي تكشر الصدى مثلا او كده، لو حبيت تحط على حاجة تبين ان هو يعني قديم او كده يعني. شوف برضو في ورق نويز كده برضو مفيدين جدا وبيستخدموا كتير. وفي ملف النجوم بتاعة التقييم دي اللي هي الريتنجز، دي موجودة هنا اهو. وفي ملف البي ان جيز ده برضو ممكن ده اهم حاجة، هتلاقي جواه ملف اسمه مهم او مهمة. دي برضو البي ان جيز المهمة اللي بتستخدم في thumbnails كتيرة، اللي هو فاهم بيبقى مكتوب فوق كده جديد. دي مثلا بتاعة النوتيفيكيشن وكده. وده مثلا السهم الطالع اللي هو بيدل ان في فوز او كده. وده بتاعة التقييم برضو، ده صح وغلط. وهتلاقي دي برضو بتستخدم كتير، اللي هي لمدة 24 ساعة وكده. شوف بقى في منهم كتير هتستخدمهم كتير، يعني في برضه حاجة رمضان وكده. وبعدها نخش على فولدر الورق. هنا هتلاقي هنا تكشر الورق، وهتلاقي ورق طاير، هتلاقي الورق المتعلق ده اللي بيستخدم في فيديوهات كتير. هتلاقي كذا شكل برضه، اللي هو شكل تاريخ وكده، أشكال كتيرة يعني تختار منهم اللي يعجبك. نخش بقى على الفولدر اللي بعده، هو فولدر الاوفرليز. هنا هتلاقي شوية اوفرليز محترمة جدا وبيستخدموا، يعني مثلا في اوفرلي زي دي ممكن انا اخدتها حطيتها في ثمنيل زي دي كده. لو اخدت بالك دي اهي، حطيتها اهو على الصورة وخليتها لينير دوجي اد، وبعدها عملت لها شوية ماسك عشان اشيل منها الزيادات دي. وبس كده بتدي زي زيادة احترافية كده وبتكون شكلها شيك يعني. وطبعا الباقي برضو ليهم استخداماتهم كتير، زي دي برضو دي بيبقى بيدوا يعني تاتشية حلوة كده في آخر التصميم. نيجي بقى للفولدر اللي بعده، هو فولدر الفلوس. هتلاقي فيه فلوس طايرة كتير، وفلوس اهي بتتحرق، وكومة فلوس، وورقة واحدة، وشنطة فلوس. بيستخدموا كتير يعني في الفيديوهات. انا اللي مثلا مستخدمهم برضو في نفس الصورة دي. لو بصيت ورا هنا كنت حاطط هنا فلوس ومخليها طايرة هنا، واخدها برضو من الفولدر ده. كانت هي الصورة دي، واخدها برضو حطيتها عندي. نيجي بقى للفولدر اللي بعده، فيه شوية ايكونز كده محترمة 3D ومش 3D عاديين يعني. تلاقي كتير يعني بيستخدموا زي الفيريفيكيشن والكلام ده. وفي دي برضو بتستخدم ساعات، بتاخد الكلام ده عشان لو مثلا فيديو فيه شهرة او كده يعني. نخش بقى على الفولدر اللي بعده، بقى فولدر الهاندز. هنا هتلاقي فيه ايادي كتير كده باشكال مختلفة، عشان لو مثلا حابب تزود ايد مثلا طالعة ماسكة حاجة او كده. بيستخدم برضو كتير وبيبقى مهم جدا، وتقدر تظبطها كمان بالاي اي عشان تبقى واقعية اكتر يعني. فدول كتير هيفيدوك بكذا شكل مختلف. في برضو الفولدر اللي بعده اللي هو فولدر الجرافس. هتلاقي جرافات طالعة كده، اللي هي برضو بتستخدم في فيديوهات الفلوس والكلام ده. وفي الفولدر اللي بعده هنا فولدر النار، برضو هتلاقي شوية نار بي ان جي واوفرليز والكلام ده. وفي الفولدر اللي بعده الايموجيات، شوية ايموجيات برضو زي اللي موجودين في ملف البي اس دي بتاع الخطوط لو تفتكروا. لو حبيت تاخدهم من هنا او من ملف الخطوط الاسهل لك يعني. وفي برضو بلاد تكستشر، هنا في اشكال للدم كده. لو اخدت بالك هي بتبقى لونها اسود هنا، وانت تلونها بقى باللون اللي انت عايزه في فوتوشوب. في برضه الفولدر اللي بعده فولدر الخلفيات، وده برضه فولدر مهم جدا، الخلفيات بتاعه الثمنيلز. لما تفتحه كده هتلاقي شويه خلفيات من اللي بيستخدموا كتير في الثمنيلز زي دي ودي. هتشوف اللي يعجبك واكيد هيفيدوك لانهم بيستخدموا كتير جدا يعني. وفي برضه اخر فولدر معانا فولدر الابستراكتس هنا، اللي هو شويه الحاجات دي كده لو حبيت تستخدم يعني فيها. تبقى في فيديوهات يعني بتحتاج حاجات زي دي، وممكن برضو تصميم سوشيال ميديا ساعات، فتبص عليهم برضو لو عجبك اي حاجة يعني. بيبقى برضو ليهم زيادات حلوة يعني. بس كده نبقى خلصنا فولدر الملحقات اهو، في حدود 400 ملحقة، وهتفيدك جدا في الثمنيل ومكتبة الثمنيل بشكل عام. طبعا هتطور من تصميمك جدا لو انت يوتيوبر او بتصمم انت بالفعل. وزاد ان انت هتشتريها هتدفع مرة واحدة بس، وهتنفعك كتير جدا ودايما تستخدمها يعني. فلو عجبتك فاللينك تحت في الديسكريبشن، هي وملف الخطوط بس لوحده. واعمل لي فولو على الانستا عشان احنا بنعمل جيفايز كتير هناك، وناس كتير بتكسبها وتاخدها ببلاش. فلو حابب تكسبها ما تنساش تعمل لي فولو على الانستا، هتلاقيه برضو اللينك تحت في الديسكريبشن. وبس كده، مش عايز اطول عليكم، مع السلامة.